الله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، نحن في مسجد قباء، وهذا هو أول مسجد بني في الإسلام. قال الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فضل هذا المسجد مسجد قباء أنه كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى ركعتين كان كأجر عمره. فالذي يصلي ركعتين في هذا المسجد ينوي أجر عمره، فهذا فضل من الله عز وجل. الذي يصلي ركعتين في هذا المسجد ينال ثواب أجر العمرة. فمسجد قباء النبي صلى الله عليه وسلم مكث في قباء 4 أيام. لما نزل فيه نزل يوم الاثنين، فمكث فيه الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، مكث في قباء 4 أيام. فأسس هذا المسجد الذي هو كما قال سبحانه وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فكل هؤلاء الزوار أتوا إلى هذا المسجد من أجل نيل هذا الأجر. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومن الجميع، وبارك الله فيكم.